نيكو ويليامز نجم اتلتيك بلباو رفض عروض كبيره من ريال مدريد وباريس سان جيرمان وغيرهم، بس ما رفضش عرض برشلونه. ده هجوم برشلونه المحتمل للموسم القادم. برشلونه خط عينها من فتره طويله على اسطوره اتلتيك بلباو. قال ديكو المدير الرياضي لبرشلونه: اسم نيكو ويليامز كان ضمن اختياراتنا بالفعل الموسم الماضي، وفكره التعاقد معه كانت موجوده. دلوقتي برشلونه بتحاول تعرض لاتلتيك بلباو 58 مليون يورو وعقد لنيكو ويليامز 6 سنين مع مرتب ما بين 7 ل 8 مليون يورو صافي الموسم الواحد. فهل يا ترى نيكو ويليامز هيوافق على العرض؟ تابعوا معانا لاخر الفيديو عشان تفهموا الحكايه. خلينا نعرف مين نيكو ويليامز، واشمعنى اختاروا هانسي فليك مدرب برشلونه يحطه في الهجوم الاسطوري وما اختارش حد تاني. بفكركم بس قبل ما نكمل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه عشان اي جديد ينزل في القناه يبقى عندك علم بيه. مين هو نيكو ويليامز؟ نيكو ويليامز اتولد في مدينة بامبلون في اسبانيا. جنسيته اسباني واصوله من غينيا، وتاريخ ميلاده 12/7/2002. في بداية مشواره بدأ في مركز الشباب بامبلونا وهو عنده 8 سنين. فضل هناك من 2010 ل 2012، ومن 2012 راح نيكو لناشئين نادي اوساسونا. النادي وقتها كان في الدرجة الثانية، بس دلوقتي عامل قلق في الدرجة الأولى في أسبانيا، واخد المركز التاسع في الدوري الأسباني الأول اللي فيه برشلونة وريال مدريد وبلد الوليد فيا ريال وأتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد. فضل بقى نيكو ويليامز في النادي من 2012 ل 2013. من 2013 اتنقل لناشئين أتلتيك بلباو وهو عنده 11 سنة. 2019 اتصعد للفريق الثاني لأتلتيك بلباو. التحول الكبير في مسيرته الاحترافية ابتدت من أول 2021. اتصعد نيكو للفريق الأول في أتلتيك بلباو وهو عنده 18 سنة و9 شهور، ولعب لحد 6/2025 أكتر من 130 مباراة وسجل 16 هدف. 2022 أول ظهور ليه في منتخب أسبانيا، وفي نهائي اليورو 2024 أسبانيا ضد إنجلترا في الشوط الثاني في الدقيقة 46 لامين يامال عمل اسيست اسطوري لصاحبه نيكو ويليامز، ونيكو حطه في الجول واول هدف في المباراة لصالح اسبانيا. وبالمناسبة اسبانيا كسبت الماتش 2-1 وفازت باليورو السنة دي. لعب لحد دلوقتي 28 مباراة دولية و6 اهداف، وبقى واحد اساسي في الجناح الشمال للمنتخب. كيميا ساحرة مع لامين يامال، وزي ما انتم شايفين لامين يامال ونيكو ويليامز في المنتخب الاسباني، وطول الوقت احتفالاتهم مع بعض مختلفة، وده بيدل على قوة صداقتهم. من اكتر اللحظات اللي لفتت الانظار في اليورو 2024، الثنائي ده شكل جبهتين نار على الاطراف، نيكو على الشمال ولامين على اليمين. صحوبيتهم خارج الملعب ظهرت جدا جوه الملعب، تفاهم، ثقة، لعب مباشر وسريع. في لقاء صحفي لامين يامال قال: نيكو هو اكتر حد قريب ليا في المنتخب وبنتعلم من بعض كل يوم. ورد نيكو ويليامز عليه في تصريح تاني وقال: لامين مش مجرد لاعب عظيم، ده اخ صغير وانا بحاول اساعده يكبر بسرعه. في هدف نيكو قدام انجلترا في النهائي، مين اللي صنعه؟ لامين. الثنائي ده مستقبل الاجنحه الاسبانيه لسنين قدام، والارقام بتتكلم. احصائيات نيكو ويليامز: عدد المباريات 45، وعدد الاهداف 11، وعدد الاسيستات 7. ايه هي النقاط القويه في نيكو ويليامز؟ سرعته ومراوغاته وعرضياته القاتله، بيخلق مساحات وبيقلب شكل الماتش، بيقدم حلول دايما للمنتخب والنادي. قيمه نيكو في السوق حاليا: الشرط الجزائي من 55 مليون ل 65 مليون يورو. مين الأندية المهتمة بيه؟ رقم 1 برشلونة، بعدها ريال مدريد وأرسنال وباريس سان جيرمان. لامين يامال قال لنيكو ويليامز: إذا لم نلعب معا في نهاية الموسم المقبل آمل أن نفوز بلقب واحد في الموسم المقبل، وهذا كأس العالم. برشلونة هيبقى عندها أقوى هجوم في العالم 2026، وده مش صعب نهائي. هم أصلا أقوى فرقة في الموسم الحالي، سجلوا أعلى عدد أجوان في أكبر 5 دوريات في العالم، 102 جول، وتحتها على طول بايرن ميونخ. الرباعية الأسطورية كافيين إنهم يبقى أقوى رباعية هجومية في العالم. طب مين هم الأربعة؟ تعالوا كده نتخيل خطة الهجوم دي. لامين يامال في الجناح اليمين، يفتح الملعب وبدء الهجمة بمراوغاته وتمريراته. نيكو ويليامز في الجناح الشمال، بيستغل سرعته وعرضياته الدقيقة. رافينيا ورا المهاجم على طول، في دور صانع اللعب اللي بيربط الخطوط في الوسط وبيهدد في أي لحظة. وقدامهم روبرت ليفاندوفسكي كمهاجم صريح، دايما جاهز لإنهاء أي فرصة تتخلق. في الآخر أنا هسيب لكم السؤال: هل هجوم برشلونة هيبقى الأقوى في الموسم اللي جاي بإضافة نيكو ويليامز؟ جاوبوا على السؤال تحت في الكومنتات. بس كده خلص الفيديو يا اخواتي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وكان معكم فورماجي الكورة، وأراكم الفيديو القادم. سلام.